لو دي اخر دقيقة في عمرك تحب تقول فيها ايه؟ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. الله عليك. الآية دي بقى كان لها موضع كده، قول لي ايه قصتها؟ آخر آية نزلت في القرآن، وكان في موضع تاني برضو العلماء، ده رأي العلماء اختلفوا يعني عليه. في خلاف. رأي الجمهور ان هي الآية دي. طيب انا بقى صوتك ما شاء الله، مش عايزك بقى ايه تقف عند دي، يعني هتسمعنا ايه كمان؟ ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وألنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. الله عليك. ترد عليه بإيه؟ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. صدق الله العظيم. الله عليك والله. انا كنتش عايزك تقف والله، بس انا ايه هنقل عليك بقى عشان انت ايه قلت لي ان انت بتجيب مجود، فعايز اسمع منك مجود بقى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا.
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين